اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. من اكتر الحاجات اللي بتسعدني وتفرحني لما بنزل فيديو في القناة لطريقة عمل حاجة فيها فكرة جديدة وفي نفس الوقت تكون موفرة واقتصادية، والاقي المتابعين الجمال بتوعي خدوها ونفذوها وفعلا استفادوا منها. ربنا يا رب ينفع بينا الناس ويجعلنا سبب في مواجهة الغلاء. متابعتي الجميلة منال من اسكندرية كانت أخدت طريقة صابون أنا عملته من بواقي صابون البشرة والصابون البلدي، ولكن بتعديل بسيط، وأمنتني إن لازم أنزلها في القناة. لو أول مرة بتشوفوني، معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. فاكرين الصابونة دي اللي أنا كنت عاملاها من الكركديه وقلت لكم إن هي تحفة جدا جدا في تنظيف المواعين والألمون وكل أغراض النظافة؟ هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. باخد الصابونة بتاعتي، هي دي بمقام صابونتين من الحجم الصغير اللي احنا معتادين عليه. يعني لو انتي ما عندكيش صابونة وهتشتري، يبقى تشتري صابونتين. بشرت الصابونة وهنزل عليها بموجين كبار من المية السخنة. عايزة الفت نظركم لحاجة: كمية المية اللي انتي بتحطيها في الصابون عموما انا مش هقدر اقولك عليها، لان ده مش معيار ثابت زي وصفات تانية ليها مقدار ثابت منفعش تتغير. دي بترجع للقوام اللي انتي عايزاه وتحبيه، ومش هتختلف معانا كتير. فانا هنا نزلت بمج، نزلت بمجين، نزلت بلتر ميه. اهم حاجه بس ان انا افك الصابون بتاعي، انا عايزه ابوشه. الافضل ان الميه تكون مغليه علشان يبوش معايا بسهوله، وهو ان شاء الله مش هياخد معايا وقت ولا مجهود خالص. زي ما انتم شايفين اللون ده بسبب ان انا كنت عاملاه بالكركديه. حقيقي يا جماعه، حقيقي اللي ما عملش الصابون الصلب من بواقي الزيت المستعمل خسر كتير قوي قوي، والله العظيم يا جماعة، كنز بمعنى الكلمة. خلاص انا هنا بوشت الصابونة بتاعتي وما بقاش ليها اي اثر، الحمد لله. محتاجتش ان انا اخدها على النار، لانها طالما المية مغلية بتفك معايا او بتبوش بمنتهى السهولة. هنا هركنها على جنب وهجيب صابونة من صابون البشرة. قلت لكم قبل كده ان انا كنت جبت علبة فيها دورو، 4 صابونات دورو، تقريبا سعرها 25 جنيه على ما اذكر يعني. وكان فيها 4 قطع. عملنا بقطعة صابون سائل قريب من الطريقة اللي انا عاملاها دي، ولكن متابعتي الجميلة منال عاملاها بطريقة اقتصادية اكتر. واحدة تانية عملنا منها برسيل جل، واحدة النهاردة بنشتغل بيها، وفاضل واحدة ان شاء الله هنعمل لها وصفة جميلة قوي الفيديوهات اللي جاية. لو عندك بواقي صابون تقدري تشتغلي بيه، بواقي صابون بشرة. بالنسبة للناس اللي بتقرف مفيش مشكلة، اشتغلي بصابون جديد، اي نوع صابون مش هتفرق. صابون الشركات بياخد وقت شوية على ما يدوب اكتر من الصابون الصلب اللي احنا بنعمله في البيت. برضو مش مستاهل ان احنا ناخده على النار. حطينا عليه مج كبير مية مغلية. على فكرة كل ما كمية المية المغلية اللي احنا بنفك بيها الصابون بتكون اقل، بيريحني اكتر في عملية حل الصابون او فكه، اكتر ما احط بقى لتر واقعد اخد يعني وقت زيادة على ما ابوش الصابون. قللي المية هتلاقيه بيبوش معاكي بسهولة. ينفع اشتغل بنص صابونة بس، ينفع اشتغل بصابونة اكبر من كده، ينفع كل الاحوال ينفع. الكمية اللي انتوا شايفينها دي صابونتين من صابون الغسيل وصابونة من الصابون البشرة، هيعملوا لي في حدود 6 لتر. زي ما انتوا شايفين بدأت تبوش بشكل كبير، وكمان الصابونة بتاعة الغسيل برضو باشت معايا. هركنهم بقى لحد تاني يوم الصبح، احنا دلوقتي بالليل متأخر يعني، فهسيبهم بقى لحد ما يجمدوا تاني يوم الصبح. ده كان شكلهم تاني يوم، صابون الغسيل وصابون البشرة. عايزة اقولك ان انا بعمل الخطوة دي لان انا كان ممكن اشتغل بيهم في ساعتها، بس صابون البشرة كان هيديني نتيجة وهمية. لان صابون البشرة كل ما بيتركن اكتر كل ما بيتقل اكتر. مع احترامي لكل القنوات اللي نفذت وصفات بصابون البشرة بس لوحده كده، هو كل ما بيقعد كل ما بيتقل ويكتل، مهما حطينا له بقى كربونات ومهما حطينا له ملح وسكر والكلام ده كله بيتقل ويكتل، فبنضطر نزوده ميه تاني، فبالتالي رغوته بتكون ضعيفه جدا. بالاضافه لان هو بصراحه بيجاير على المواعين وبيعمل زي تعريقه كده وبقع لما المواعين بتنشف. فانا علشان كده قررت ان انا اضيف صابون بلدي او صابون غسيل لصابون البشره. منها ان انا بزود القوام، ومنها ان انا بدي ريحه حلوه قوي قوي لصابون البشره. الناس السوري يعني صابون الغسيل، بدل ما الناس بتشتكي من ريحته. فحقيقي اضافه صابون بشره لصابون غسيل بيدينا نتيجه حلوه قوي، سواء في البرسيل، سواء في الصابون السائل، سواء في الصابون القطع. وده كان اخر فيديو انا عاملاه قبل الفيديو ده.
انا اهو نزلت بكوبايتين من المية المغلية، بدأت ان انا افك الصابون الغسيل وكمان صابون البشرة. لو عندك هاند بلندر طبعا في المرحلة دي كان هيريحك كتير وكان هيبقى حلو قوي قوي وهيساعدك، ولكن انا عشان ما عنديش هاند بلندر فانا بعمله كده بالمضرب اليدوي. وبعدين هاخد الصابون ده والصابون ده وعايزة بقى امزجهم مع بعض كويس قوي قوي، وعشان احصل على افضل تجانس بينهم هحطه في الخلاط وهضربهم مع بعض كويس جدا. حطيت جزء من صابون البشره وجزء من صابون الغسيل. زي ما قلت لكم لو هاند بلندر بقى طبق كبير واحط الاثنين على بعض واشتغل، ولكن برضو الخلاط هيقوم بنفس الغرض. طب ولو انت مش عايزه خلاط مفيش مشكله، حطيهم الاثنين على بعض بس قلبيهم شويه حلوين علشان تتاكدي ان الاثنين تجانسوا مع بعض تماما. هو هنا خفيف زي ما انتم شايفين. ليه؟ اولا لان انا اشتغلت بميه مغليه، فطبعا الميه المغليه بتديكي قوام برضو وهمي. يعني اوعي ابدا تقولي ايه ده بقى الثلاث صابونات يدوني شوية الصابون دول. لا، ده انت اول ما تحطي مية من الحنفية عادية بدرجة حرارة الغرفة ومحلول الملح، كلنا عارفين ان محلول الملح بيدي شفافية وطهارة ولزوجة عالية جدا جدا للصابون. لو قللتي الملح يبقى كأنك ما حطيش حاجة، وده اللي انا وريته لكم في التجربة دي. بصي، معلقتين 2 من الملح كانوا ممسوحين وهنزل بيهم على الصابون. طبعا بصوا هو قوامه خفيف ازاي، زي ما قلت لكم لسه الميه بتاعته سخنه ومغليه، فانا بنزل بمحلول الملح. طب انت اميره يعني بتنزلي بمحلول الملح بس عشان تتقليه؟ لا، زي ما قلت لكم عشان اطهره، وعلشان كمان الملح بيدي لزوجه وشفافيه حلوه قوي قوي للصابون. ما تكتريش الملح لانه لو كتر هيفصل لك الرغوه، هتلاقي الرغوه قلت معاكي تماما. بصوا انا هنا عشان حطيت معلقتين ممسوحين كاني انا ما حطيتش حاجه. هنا بقى هنزل بمعلقه كبيره من الملح، كنت مدوباها برضو في كوبايه ميه وهنزل بيها. على فكره الملح الاخير ده كان ملح خشن. دايما يعني انا كنت سمعت قبل كده واتاكدت فعلا ان الملح الخشن حلو قوي قوي في استخدامه للمنظفات، افضل من الملح الناعم. بصوا اول ما نزلت بمعلقه كبيره ملح خشن على كوبايه ميه، بصوا القوام بقى بدا يتقل ازاي. هو ده بقى القوام الحقيقي بتاع الصابون بتاعي. طبعا هخففه بقى بميه ساقعه او ميه عاديه من الحنفيه، ودي حاجه ترجع لك انتي. من جمال الوصفة بتاعتنا او من مميزاتها ان احنا ما بنحتاجش نحط اي اضافات تانية. لما انا نفذت الوصفة دي حطيت صابون سائل عشان ازود الجودة والرغوة واللون والريحة والكلام ده كله، ولكن حقيقي حقيقي استاذة منال قالت لي انا عملته من غير ما احط صابون سائل واداني نتيجة حلوة جدا جدا. النهاردة في الفيديو عملته تاني مش بس عشان اوريكم طريقتها، لا عشان كمان اثبت لكم انه امن جدا على البشرة، لان في ناس بعتت وقالت لي احنا عايزين نتأكد انه امن على البشرة بكارت البي اتش اللي احنا بنستخدمه في وصفاتنا. هنا تقدري تسيبيه على لونه وتوصليه للقوام اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكلة، ولكن انا حطيت له لون من الالوان المخصصة للصابون. لو ما عندكيش، لاني بتسأل كتير جدا جدا في موضوع الالوان ده، تقدري تحطي الوان غذائية. الالوان الغذائية بتنفع للصابون السائل ولكن ما بتنفعش للصابون القطع. لو حطيتيها هتديكي لون مختلف عن اللي انت حطيتيه، واصلا مش هيبقى ليها اي اثر بعد الصابون ما ينشف. فلو انت مستخدمة صودا كاوية الالوان مش هيبقى ليها اي لازمة. بصوا انا دلوقتي لانه عامل ما شاء الله رغوه كبيره قوي او رغوه جامده قوي على الوش، فانا حبيت بس اشيل الرغوه عشان اوريكم قوام الصابون ونعرف نظبطه مع بعض. هنا لان لقيت اللون كده حاسه ان هو يعني مش احسن حاجه. كل اللي انا بعمله ده على فكره يا جماعه خطوات اضافيه مش اساسيه خالص في وصفتنا. حطيت بقى لون مايكا ذهبي، الالوان دي انتوا بتحبوها زي بالظبط، فقلت بقى ايه يعني اديله لمعه كده تكون شكلها حلو. الوان المايكا سالتوني عليها كتير قوي قوي. الوان المايكا يا جماعه في محلين متخصصين في ميدان باب الشعريه بيبيعوها. بجيب تقريبا 50 جرام ب30 جنيه. 50 جرام ب30 جنيه. المحل الاولاني اسمه الزواوي والمحل التاني اسمه فلوباتير، موجودين في ميدان باب الشعريه عند التمثال كده، مخصصين لالوان المايكا ومستلزمات الصابون عموما.
بصوا انا ركنته طبعا ساعتين 3 عشان اللون يتفاعل ويبان معايا بقى الشفافية والقوام واللون. دول يا جماعة حوالي 6. لو هتحسبي تكلفتهم الفعلية هي صابونة البشرة بس اللي انتي حطيتيها. ليه؟ لاني انا عاملة الصابون الغسيل من بواقي الزيت المستعمل اللي عندي، فكانت التكلفة هو بس ال 150 جرام بتاع الصودا الكاوية اللي هما ما يتعدوش اصلا 8 جنيه مثلا او 9 جنيه. انا ما حطيتش في الوصفه بتاعت النهارده سكر، لاني ما شاء الله شايفه ان الرغوه بتاعته حلوه جدا. كلنا عارفين ان السكر بيزود الرغوه بتاعت الصابون. صابون البشره من الحاجات اللي بتدي رغوه عاليه جدا جدا، علشان كده انا زي ما قلت لكم محتاجتش احط سكر. وكمان لما اتعامل بدون صابون سائل جاهز برضو اداني نتيجة حلوة قوي. هنا بقى هنطمن مع بعض ان الصابون امن. لو خدتي اختبار البي اتش وعملتيه والصابون سخن هيديكي نتيجة وهمية، لو اخدتي من على الرغوة او عملتيه على الرغاوي برضو هيديكي نتيجة وهمية. بصوا هو هنا مديني 8 او داخل على 9، هو الامان المفروض على 7. انا زي ما قلت لكم قبل كده لو عايزين نقلل البي اتش بتاع الصابون هنحط غطا من الخل في الميه اللي احنا بنغسل بيها. حتى لو انت شاريه صابون سائل جاهز الافضل انك تعملي كده، بيحافظ على البشره وكمان بينظف وبيدي لمعه حلوه قوي وبيطهر الصابون بتاعنا. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرت ان انا اوصل لكم فكرة جديدة تكون موفرة بالنسبة لكم. ان شاء الله استنوني في الفيديو اللي جاي، وما تنسوناش بقى بلايك واشتراك في القناة، واشوفكم على الف خير.